النهارده هنعمل بنسة جديدة، وفي نفس الوقت هنقول كلمة مش جديدة، لأن أنا لو حد يعني لو انتوا تابعتوني بالتسلسل، وأنا عارف إن عندي خطأ إن أنا مش مسلسل الحلقات، وإن شاء الله ده شغل الأبو رشا بإذنك يا رب هتسلسله لكم. إن زي اتصل بيا واحد بيقول لي إن الظهر أعلى من الأمام بسنتي أو باتنين سنتي أو بتلاتة. هشتغل عادي خالص أهو. أنا عملت الظهر على فكرة. حلو، البلوزة ديت مفيهاش أي حاجة خالص. أنا عملت الظهر وهاخد خط أهو، وهقابل طبعا الخط ده بالخط بتاع الجيرو الأمامي عشان آخد الارتفاع. طيب الرقبة زي ما هي اهي، وهنزل السنتي اللي هو الفرق ما بين الظهر والأمام. هنزل السنتي اهو، وهشتغل عادي خالص اهو. بدل ما كنا هنا بقينا هنا. في العادي كنا بنطلع، لا المرة دي بننزل. ظهر الرقبة كان كام عندنا؟ 6.5 تقريبا. احنا شغالين هنا ولا كان كام؟ 6.5. ادي بتأكد ان هما 6.5 في 7.5. بنزل سنتي زيادة لتحت. طبعا في ناس اتريقت على الكلام ده اصلا، وبعدين رجعوا بعد كده قالوا ايه، لا بننزل تقريبا سنتي. عايز اقول لكم حاجة، عارفين لو اللي بيتفرج عليا وخصوصا الشرازمة اللي بتكتب كومنتات سافلة زيهم، جرب الاول التجربة، وبدل ما عمل لايك عدم اعجاب قال ايه اللي مش عاجبه وانا ارد عليه، هيبقى اكرم ليه. ويا ريت لو هو قاعد في وسطنا دلوقتي ينسحب وبلاش يبقى موجود معانا، لان وجوده معانا ملوش قيمة. وبعدين لما جيت بصيت لي 29 اعجاب في ساعة ونص او ساعتين، وانت الوحيد اللي عامل لي عدم اعجاب، ولا تفرق عندي في حاجة. بس افضل انك ما تبقاش موجود على قناتي. خلاص واخد البنسة بتاعنا. احنا قلنا في برضه ناس تانية قالت اجيب البنسة ازاي يا سيدي؟ خد دوران الرقبة قلنا مليون مرة، زائد واحد، دول 6.5 زائد واحد يبقى 7.5. ادي 7.5. طول البنسة كان عندي كام يا باشا؟ 21. وبين البنستين 19. 19 ولا قول يبقى 9.5 مثلا. 9.5 واخد عليها 20 في اتجاهها 21. 21. ادي 21 يا ستي. ادي 9.5 اتأكد من وجودهم. 9.5 واشتغل عادي خالص. في الاتجاه التاني بنقل 21 زي ما هم هنا كده، بنقلهم هنا كده، تطلع اقل بكام ملي. ماشي. بعد كده باخد 6.5 دول زائد 2 يبقى 8.5 هنا. وفي الاتجاه ده باخد ميل الكتف. يا ريت تتابعوني بالتسلسل، عشان انا لما بتسالوني وانا جيت اشرح الحاجه بيبقى صعب عليا اشرحها تاني، لان انا عندي ناس كتيره بتسال وناس كتير عايزه الاجابه. فانا افضل اللي متابعني باستمرار عشان هو عنده معلومات، لان انا ليا سنتين بناهد في نفس الكلمتين. لسه انا يا دوبك هخرج منهم بقالي شهر مثلا مرتب حلقات للمحترفين. يعني انا خرجت دلوقتي من مستوى لمستوى. فالمفروض الناس اللي متابعاني من البدايه ناس فهمت، ناس مخها نضج، انا بعلى بيهم. صعب ان انا ابدا معاكم من الاول تاني، او اسئله انا مجاوب عليها في ردود للاسئله. عامل حلقات اللي كنت بجاوب على الاسئله. الكلام ده انا شرحته 1000 مره. الباترون ده شرحته مليون الف مره. ما اعتقدش ان انا كل شهر مش بشرحه مرتين ثلاثه. وفعلا انا يعني الطاقه مش زي الاول. فانا عايز اقول الكلمتين، وعفوا لو انا ما ردتش على اسئله حد، لان فعلا انا ما بقاش فيها جهد ان ارد. بس هتلاقوا اللي هيمشي معايا بالترتيب هيلاقي الاجابات بتاعته وردود الاسئله بتاعته، والحلقات هتبقى ان شاء الله باذنك يا رب رشا هتعملها لكم بالتسلسل، هتلاقوا ردود على كل حاجه. النهارده احنا الموديل بتاعنا ماشي. نكمل يا قبل رشا الامام عشان يبقى برضو اعاده. دول كام؟ 22. الربع بتاعنا 5.5 اهو. عشان في ناس بيقول لك جبت دي منين؟ مع ان انا قايل الكلام، يعني انا ما جبتوش من بره، انا قايله من نفس الحلقات اللي فاتت. وبطلع 7 سم اساس او 6 سم اساس اللي يريحك اهو. وقلنا ان انا بطلع هنا سنتي ونص في الكورنر ده،
وقلنا ان انا بقسم 6 سم او 7 سم دول على الاتنين، وقلنا ان انا باخد الكتف على ال7 سم كده اهو. والمفروض ان مواضيعنا الجديده دلوقتي هو ان احنا بننطلق دلوقتي حوالين ان البنسه تبقى احترافيه. خلاص، يعني مواضيعنا الجديده هي البنسه، مش مواضيعنا ان انا اشرح الباترون من اول وجديد. وعلوما انا هريحكم، هعمل حاجه ظريفه قوي ان شاء الله، كان عملها الاستاذ مجدي قبلي، فانا معلش يا استاذ مجدي انا هستلف منك الطريقه ان انا هعمل لكم الباترونات 42 44، وهعمل لكم كل الباترونات بمقاساتها من الجدول، عشان اللي يتريق احط المقص في عينه. عارفين إيه الحاجه اللي بتتعب النفس ايه؟ ان انا ابقى باذل جهد ويطلع انسان سفيه يدي تعليق سفيه زيه. وبعدين هقول لكم على حاجه، كل اناء ينضح بما فيه. يعني انت لو جبت سفنجه كده، السفنجه وحطيتها في اللبن وجيت عصرتها هتنزل لبن، حطيتها في الوساخه وجيت عصرتها هتنزل وساخه، هي وسخ. البنسه لحد تحت اهي. هنا هي عايزه اللبس ده كاجوال يعني هي تقسيمه بسيطه كده من عندنا احنا، ارتجاليه ماشي، مش هيبقى لها مناسيب زي الفستان السواريه، ارتجاليه. لكن الفكره واحده الا وهو ان احنا هنعمل بنسه من الكتف النهارده تنزل لتحت. واسف رشا زعلان ان انا لفظت لفظ سيء وهو يعتبر مش سيء جنب اللي هو قاله، يعني مش كده يا بوب بيبو ولا ايه؟ طيب النهارده احنا هنجيب البنسه من نص الكتف. مش عايزاها في نص الكتف؟ قصه في نص الكتف من اول الكتف. هنفتح البنسه، وهنا بقى هنعمل حاجه انا مش متعود عليها، لان انا اللي بقص واشطب حاجتي بنفسي، او اللي معايا المحترفين فما بيحتاجولهاش بصراحه. لكن هنعملها ليه؟ لان هي مهمه، انا اللي متجاهلها زي ما قلت لكم لان انا مش متعود عليها. اللي هي ايه؟ ان انا ده ليه اهميه عند الخط ده. الخط ده له اهميه. الافراط هعملها افراط وبعد كده لما اجي اعمل البنسه هعمل الكتف كده اهو، اصرف البنسه اللي تعب الكل حتى مرات اخويا. نقفل البنسه كالمعتاد. سؤال بقى، اتفضل. هي في الاخر بتتقفل، يعني هي ملهاش لازمه، كل لازمتها في الحياه اللي هي بتفرد الجيرو ده. ايوه. ايه بقى؟ بتخش في قصه قبل رش، بتخش في الاخر في القصات. هي متعبه بصراحه، هي البنس متعبه. اللي مش عايز يشتغل بيها ما يتابعنيش لسبب مش هيعرف. اللي عايز يحترف ويشتغل صح، لان انا لسه كنت بتكلم ورشا قطعت الحوار، انا برضو كنت في البلد بزور امي ومرات اخويا بتكلمني في نفس الموضوع، فبقول لها انت عايز تشتغل خياطه في البيت ولا تبقى محترفه؟ قالت لي لو كنت عايز اشتغل خياطه في البيت شغلي اهو، لكن عايز ابقى محترف يبقى كده. ليه؟ لان في الاخر بجميع القصات اللي هتتحط هتدي صدر، من غيرها مش هيبقى في صدر. ده مش معناه ان هي اللي بتعمل الصدر، لا هي تظبط الجيرو. امال ايه اللي بيعمل الصدر؟ اضافه بنسه زياده. طب ما انت حضرتك عملتها هنا وطلعت صدر برضه، لا وما اضفتش بنسه زياده. وهمي كل وظيفته سحب الزياده اللي في الجيرو. وباكد باترون هشام مش من وحي الخيال، ده خبره الاخرين ماشي، والقديم على مدار سنه ونص كان شغلي انا. لكن لما دخلنا في باترون المحترفين انا واخد لكم من كل الكتب اللي اطلعت عليها على مستوى السنين اللي فاتت وطلعت لكم جهدي. هنا لو انا ما عملتش البنسه دي هيطلع لي تجاعيد هنا اهو في التلبيس، ومش عايز اجيب لكم الصور عشان ما حدش يزعل مني. طب تمام ماشي. في الاخر وظيفتها كده. طيب انت بقى عايزه الزبونه عايزه القصات مش كده؟ باجي كده في نص الكتف، بقسم الكتف نصين اهو، وبنزل على القصه دي بنعمل حاجه مهمه جدا، معلش اسف نسيت اقول لكم عليها، ان انا لازم اعمل افراط علامات للتركيب
وهقول لكم ليه دلوقتي. ماشي اهو. هو كان اخونا الاستاذ مجدي احمد مهتم بيها جدا، وانا ما كنتش مهتم بيها، فده كان خطأ مني انا، وكل حاجه بتيجي وقتها. طب هنقصها ازاي ونجمعها ازاي معايا؟ دلوقتي حطينا القصه ودي العلامات بتاعت التركيب اهي، وادي ال 3 سم اللي احنا متعودين نسيبهم زياده. خلاص. ادي ده الرقبه بنسيب حوالي سنتي، الكتف بنسيب جنبه سنتي، هنا برضو بنسيب سنتي واحد، وبيحصل اتي. باجي عند الفرط الاولاني كده كده، وده الشغل دايما المتبع في المصانع، ولو في اي اطوال بيبقى في فرط دايما، احنا شغالين في الاطوال. باجي هنا برضو بسيب حوالين دوران الجيرو سنتي، الكتف سنتي، القصة هنا سنتي، خش على المكنة. الجزء اللي بخليه تحت دايما القصة اللي هي في اتجاه الجيرو. ليه؟ بيبقى فيها نسبة ورب اهي، نسبة ورب. التانية مفيهاش ورب. خلاص. بحط الفرط على الفرط اهو، وادي الهرشة التصوير. الفرط اهو بيقابل الفرط اللي تحته اهو. بعد كده الفرط التاني اهو اهو، الفرط اللي بعده هتلاقوا دايما، بص بالرغم انهم قصاد بعض ده بيسبق، لا بشرب له سنه، ده بيبقى سابق دايما اهو، نسبه الورب اللي فيه اهي اهي. الفرط اللي بعده اهو بتاع الوسط اهو، والتاني اهو. ممكن احط دبابيس. جاءت لنا بقى ضيفة شرف النهارده انسه مريم العسل الجميل اللزوز اهو، اللي هي لما بتيجي تصبح عليا الصبح بحس بيوم جميل. صح يا مريم؟ ونكمل. ادي الجزء ده بيبقى هو دايما اللي تحت مش هو اللي فوق، يعني معنى كده ان انا هبدا المره دي بالعكس من عند الديل. يبقى المره دي هبدا منين؟ من الديل عشان هي دي اللي تحت. وادي اول فرط عند بتاع الوسط، احنا المره دي مهتمين بالبنس، لانك على مدار الفتره اللي فاتت كله كان بيكلمني في البنس، حتى زمايلي لما كانوا بيتكلموا كان برضه يقولوا ان الشغل الشاغل لكل الناس هي البنس، وكل واحد قدم البنسه بطريقته، كل واحد قدم البنسه بطريقته. طبعا ده عشان بصوا انا عايز اقول لكم حاجه بقى، لو انا جيت كده ومسكت دي كده اهو، شايفين ممكن تعمل وربه قد ايه؟ تعمل زياده قد ايه؟ باينه؟ تعمل زياده قد ايه لو انا سبتها؟ عشان كده ما ينفعش ان انا ما احطش الافراط، وما ينفعش ان انا اخلي القصه تبقى هي اللي تحت، اللي هي دي اللي فوق اهو، بلم فيها كده. وطبعا الحمد لله رب العالمين انتم متعودين تشوفوا من هشام سرور الافضل دائما، وكما تعودنا مع قناه هشام سرور اوعى تغمض عينيك.
سوف تجد دائما كل ما هو جديد. ولا تنسوا اشتراككم معنا في بيج أسرار الباترون على الفيس.